في سوق هراس تم القبض على مرأة بعمر 48 سنة وشيخ بعمر 75 سنة بعدة تهم: السحر، الشعوذة، وحقن الأطفال بالإبر. والطامة الكبرى: كانت المرأة تترصد الأطفال قرب المدرسة. الحمد لله تم كشفها والإبلاغ عنها. الأمر أصبح خطير. أرجو من أولياء التلاميذ أن ينتبهوا لأولادهم ويرافقوهم للمدرسة حتى تنتهي هذه الظاهرة الخطيرة. إطار مكافحة الجريمة وتنفيذا لتعليمات القيادة الرامية لمجابهة ظاهرة الوخز بالإبر المنتشرة عبر محيط الابتدائيات، وبعد اتخاذ إجراءات احترازية بوضع تشكيلات أمنية لحماية محيط الابتدائيات، وردت معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطورة مفادها وجود امرأة مشبوهة تتجول بمحيط ابتدائية العجيلية جلاب بقرية بومعرف السبتي دائرة الطاورة سوق هراس تقوم بترصد الأطفال. مباشرة تم توجيه دورية لأفراد الفرقة إلى عين المكان فور وصولهم، وبعد مشاهدة المرأة لهم حاولت مغادرة المكان عن طريق ركوب سيارة أجرة. على حسب كلام الدرك الوطني تم كشفها وكشف شريكها، وبعد تفتيش وجدوا أشياء غريبة: طلاسم وكتب ومسامير تستعمل في السحر. ربي بعد علينا وعليكم ولاة الحرام. الحذر الحذر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في سوق هراس تم القبض على مرأة بعمر 48 سنة وشيخ بعمر 75 سنة بعدة تهم: السحر، الشعوذة، وحقن الأطفال بالإبر. والطامة الكبرى: كانت المرأة تترصد الأطفال قرب المدرسة. الحمد لله تم كشفها والإبلاغ عنها. الأمر أصبح خطير. أرجو من أولياء التلاميذ أن ينتبهوا لأولادهم ويرافقوهم للمدرسة حتى تنتهي هذه الظاهرة الخطيرة. إطار مكافحة الجريمة وتنفيذا لتعليمات القيادة الرامية لمجابهة ظاهرة الوخز بالإبر المنتشرة عبر محيط الابتدائيات، وبعد اتخاذ إجراءات احترازية بوضع تشكيلات أمنية لحماية محيط الابتدائيات، وردت معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطورة مفادها وجود امرأة مشبوهة تتجول بمحيط ابتدائية العجيلية جلاب بقرية بومعرف السبتي دائرة الطاورة سوق هراس تقوم بترصد الأطفال. مباشرة تم توجيه دورية لأفراد الفرقة إلى عين المكان فور وصولهم، وبعد مشاهدة المرأة لهم حاولت مغادرة المكان عن طريق ركوب سيارة أجرة. على حسب كلام الدرك الوطني تم كشفها وكشف شريكها، وبعد تفتيش وجدوا أشياء غريبة: طلاسم وكتب ومسامير تستعمل في السحر. ربي بعد علينا وعليكم ولاة الحرام. الحذر الحذر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.